حلفائه، وأنني أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا الحصار، وأن يفتحوا المطارات، وأن يسمحوا للمواد الغذائية والطبية وإسعاف الجرحى وإيصال العالقين في الخارج إلى الوطن. داخل صنعاء ما تخدم أحد وما أحدثه علي عبد الله بالمفتوح والناس دارين به، هو اللي مبرر وكلنا مقاطعين للأشياء سنتين. أول شيء كان فتح خط مع الإماراتيين وصرت أنا لا عنده وحكيت وقلت ما هي مصلحتك. فاشتغلوا وأملوا على أن تنجح هذه الفتنة بالله وتوفيقه وصلنا اليوم إلى صنعاء قادمين من مسقط برفقتنا أيضا وفد الجانب السعودي. كنا مرنين فيما له علاقة بدخول إلى هدنة مستدامة أو هدنة طويلة يتم فيها صرف مرتبات جميع المرتبات وفتح المطارات وفتح الموانئ.